يا زول موعدنا يوم 1/4 يا زول في استاد القاهرة يا زول. مستنيك يا اخويا، مستنيك يا اللي كنت بتقعد تطبل امبارح وبتقول ان شاء الله بكره هتحصل الزمالك. ما حصلتش يا اخويا. اخوات الزملكاويه اللي كانوا بيشجعوا الهلال السوداني وعاملين نفسهم هلاليه، انت عامل ايه دلوقتي يا زول؟ ما هو انت زول برضه عشان انت كنت بتشجع الهلال السوداني فعادي كنت عايز تطبل. ما حصلش اللي انت عايزه. النهارده السيناريو يخلص تعادل، لسه الموضوع في ايد الاهلي، وان شاء الله هيجوا هنا القاهره الدك هيشتغل على عينه. رد الكرامه هتشتغل. الهلال السوداني ايه؟ هلال السوداني والله العظيم عيب على الاهلي ان يخسر من فريق زي الهلال السوداني. اخويا الهلال السوداني اللي كنت عمال تطبل على فريقك والهلال هياخدكوا والهلال هيصعد على حسابكوا، ما صعدش يا حبيبي، ما صعدش. ولسه الموضوع هيبقى في تخيل بقى تيجي القاهره، استاد القاهره، وان شاء الله تاخد 4-5 وتروح وقفاك محمر وتبقى مبسوط ومنشكح. عارف ليه؟ عشان انت لعبت بس مع الاهلي في القاهره. ما تزعلش يا اخويا يا زول. الموضوع السيناريو اصلا كان غريب. انا مش فاهم السيناريو، كان انتوا عايزين تكسبوا ولا مش عايزين تكسبوا؟ السيناريو كان صن داونز بيلعب ولا ما كانش بيلعب؟ انا لحد دلوقتي مش فاهم. 85% استحواذ صن داونز، صن داونز سجل هدف خلاص خلص الموضوع. صن داونز بيمشي كرة بيتدرب اصلا في الملعب. اللعيبه بتاعتهم الهلال ما جاتش، اول ما حدش يقول الهلال جه، الهلال ما جاتش اصلا في المباراه. صن داونز ماسكه المباراه طول الوقت، طول ال 90 دقيقه ماسكه المباراه. هي غلطه من حارس دخل الجون بتاع التعادل. طب خلاص يا جماعه نكتفي بالتعادل وزي الفل، احنا كده مبسوطين برضو كاهلاويه. لا، يجي بقى في اخر دقيقه 90 ونكدوا علينا بقى وقاعدين احنا الاهلاويه احنا بنشجع صن داونز، وفي بعض المصريين بيشجعوا الهلال. انتوا عارفين مين طبعا يا زول؟ اخوات الزملكاويه اللي كانوا عمالين يشجعوا الهلال السوداني. انتوا عاملين ايه؟ اقسم بالله الشياط دلوقتي مش في الهلال السوداني، ده الشياط في 100 عقب. الشياط اقسم بالله في 100 عقب. والفرحه النهارده الاهلاويه كأن الاهلي خد كاس العالم، ده كأن الاهلي خد نهائي دوري ابطال افريقيا. صدقني الشماته مش حلوه، وربنا دايما بينصر الاهلي على اي حد ممكن مستني انه يشمت في الاهلي. ما تحاولش، ما تحاولش يا صديقي، مش هتعرف، والله ما هتعرف. ده ربنا قبل اي حاجه هو اللي بينصرنا على اي حد مستني فينا يوم او مستني فينا انكسار او شماته. فما تحاولش. السيناريو النهارده غريب. كل الناس اتفرجت طبعا على المباراه ما كانتش فاهمه هي صن داونز عايزه تفوز ولا صن داونز عايز يتعادل ولا صن داونز عايز يخسر. انك تكون مستحوذ 85% وفجاه كده يجي لا اله الا الله يسجل فيك هدف ده 90، وانت الحارس بتاع صن داونز يعني الجول اللي بتاع التعادل ده هو سابه، احنا عارفين ان هو سابه كده ودخل لله والوطن. مش عارف هم كانوا عايزين يسيروا بقى التعادل ولا هم كانوا عايزين يسيروا ان هم يخسروا ولا هم كانوا عايزين يسيروا ان هم يكسبوا. انا مش فاهم، لان الحارس ساب الجول بتاع التعادل بعد كده يصد ضربه الجزاء. غريبه والله العظيم غريبه. انا قاعد مستغرب، انا قاعد لما قال ضربه جزاء قاعد ايدي على قلبي واعصابي مشدوده وبقول يا رب. هو حاجه واحده بس، بقول يا رب اللعيب تقلش منه ويخرجها بره. لكن سيناريو ان اللعيب يشوطها بين الثلاث خشبات والحارس يصدها ما كانش في دماغي ولا كانت في حسبانيتي ابدا، ولا حد من الاهلاويه كان متوقع ده. فالف مليون شكر، الف تريليار شكر لحارس المرمى صن داونز. والله عملت معانا فوق الصح ابو الصحاب. انت كده عداك لعيب، سيبك من الخمسه اللي انت اديتها لنا، لا دي مش مشكله، انت عملت معانا فوق الصح وزياده النهارده. والله الف مليون شكر لحارس صن داونز. اخواتي الهلاليه اللي كانوا قاعدين بقى بكره ان شاء الله هتحصلوا الزمالك، ما حصلناش يا صديقي، والنهايه والحسم هيكون هنا في القاهره وعلى استاد القاهره وسط جماهير مصريه قدام الاهلي، قدام الاهلي اللي انت دلوقتي مرعوب ركبك بتخبط، ولازم ركبك تخبط لان هتحصل مدعكه، هيحصل دعك ان شاء الله يوم 1/4 الاهلي والهلال السوداني ومباراه الحسم، والحسم هيكون اهلاوي اكيد ان شاء الله. ما تقلقش والله الاهلي لا يدكك، هتدكوا ما تقلقوش. اخيرا يا صديقي اخواتي السودانيين المحترمين على راسي، والله على راسي، بس في بعض السودانيين اللي استفزوني وكانوا بيستفزوني الفتره الاخيره كلها، فالكلام ده موجه ليهم، والكلام ده موجه برضه لاخوات الزملكاويه اللي كانوا بيشجعوا الهلال السوداني. يا جدعان كان في ناس اقسم بالله شويه وتحط شويه ورنيش على وشها عشان تبقى اسود عشان يشجعوا الهلال السوداني، جماهير مصريه زملكاويه. فانت متخيل الموضوع وصل لايه؟ فالفرحه اللي انا فيها دي مش شويه، الفرحه اللي انا فيها دي والله ده انتصار من ربنا قبل اي حاجه في شماته اي حد في الاهلي. الاهلي دايما ربنا بينصره على اي حد ممكن يحاول انه يشمت فيه او ممكن يعاديه. فما تحاولش يا صديقي. في الاخير يا صديقي ما تنساش اللايك والاشتراك والكومنت. اشوفك على خير، سلام.